السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا سيلا صالح، والنهاردة هنعمل مع بعض الايس كريم في البيت بأسهل طريقة. هنعمل 4 أطعم مختلفة، هنعمل بالفراولة وكمان بالكنتالوب، وهنعمل بالمانجا وبالفانيليا. حاجة كده بجد قمر، طعمه تحفة جدا. مكون واحد بس هنضيفه النهاردة على الايس كريم، هيمنع جرش التلج اللي بيكون موجود في الايس كريم، هيخلي الايس كريم ملمسه ناعم وكريمي جدا، احلى بكتير من اللي بنشتريه من بره. الايس كريم النهارده كله بالفواكه الطبيعيه، وكمان مش مكلف ابدا. واحلى حاجه كمان ان انت اللي عاملاه في البيت بايديكي وضامنه كل مكوناته. يلا بقى نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا، بس بفكرك تعملي لي لايك وشير للفيديو، وكمان اشتراك في القناه. فعلوا جرس الاشعارات اللي تحت الفيديو، واختاروا كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا اشعار بيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حلة هنزل برتل من اللبن البارد أو الحليب زي ما بعض الدول بيقولوا. تمام. رتل اللبن 4 كوبايات ونص بمج الشاي العادي، أنا عايرتهم قبل كده 4 كوبايات ونص. تمام. هنزل بقى عليهم ب3 معالق مش هرميين من النشا. تمام. عندي بقى كمان 5 معالق كبار من السكر، يعني من 5 معالق ل6 معالق، او على حسب التحلية. في ناس بتحب الحاجة بيكون السكر بتاعها عالي، في ناس بتحب الحاجة السكر بتاعها معتدل. فانا هنا ضفت 5 معالق كبار من السكر. تمام. معايا بقى المكون اللي بيمنع فعلا جرش التلج في الايس كريم، خليه كريمي وناعم جدا. هو مثبت الايس كريم. ده بيكون شكله، وبيكون موجود عند الناس اللي بتبيع خامات الحلويات، الناس اللي بتشتري منهم الشوكولاتة الخام والكريم شانتيه والحاجات دي كلها. سعره مش غالي خالص، انا جايبه ب5 جنيه بس. ضفت هنا معلقة صغيرة ممسوحة، يعني تقريبا 3 جرام. لازم ان احنا بنقلبه مع السكر قبل ما بنضيفه على الحليب. تمام. بعد ما ضفنا المثبت الايس كريم والسكر، ضفت كمان معلقة كبيرة من اللبن البودر، بتعلي الدسم في اللبن. تمام. طيب لو انا ما لقيتش مثبت الايس كريم او مش موجود او معرفتش اجيبه، البديل بتاعه ايه؟ البديل بتاعه هيكون نص كوباية من عسل الجلوكوز. تمام كده. رفعت بقى الخليط كده على النار بعد ما قلبته الاول كويس قوي على البارد، واتأكدت ان كل المكونات اختلطت كويس. رفعته بقى دلوقتي على نار هادية، وهبدأ بقى بالمضرب اليدوي وهقلب باستمرار. مرفعش ايدي ابدا علشان ما يكونش اي تكتلات. احنا عايزين الخليط ده يكون مهلبية خفيفة. هنا بقى كده بدأ يعمل معايا فقاعات بالشكل ده. كده تمام. هبدأ بقى اطفي بقى عليه النار، وهبدأ ارفعه وهفضيه في طبق بالشكل ده. بصوا بقى القوام بتاعه، ده المطلوب. هعمل بقى ايه دلوقتي؟ هجيب كيس من كاس التلاجة، فتحاه، وهبدأ اغطي بقى وش المهلبية دي علشان ما تعملش قشرة، وبسيبها على رخامة المطبخ لحد ما تبرد تماما. وبعد كده هدخلها على الفريزر لمدة نص ساعة. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. عندي كوباية من المية المتلجة، كوباية مية يكون موجود فيها جرش تلج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل كمان ب3 معالق كبار من السكر وبالمضرب الكهربائي، وهبدأ أدوب الأول السكر مع المية المتلجة بالشكل ده لحد السكر ما يدوب. ولو وصلتوا معايا لحد هنا يا حلوين، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو عشان الفيديو يتشاف ويوصل لأكبر عدد. هنا بعد السكر ما داب كده مع المية بالشكل ده، هبدأ أضيف كوباية من الكريم شانتيه الخام. أنا بستخدم ماركة المتحدة، وماركة المتحدة أعلى نوع موجود في السوق. الكوباية دي الكوب المعياري بمعدل 125 جرام، يعني 8 كيلو. ده شكل الكريم شانتيه المتحدة. انا بجيب الكيلو سعره وصل 220 جنيه. كنت الاول بجيب الكيلو ب70 جنيه وب80 جنيه السنة اللي فاتت، الله المستعان. احنا هنا علشان عايزين الكريم شانتيه يكون متماسك وتقيل، فضفنا كوباية من المية المتلجة قصتها كوباية من الكريم شانتيه. لكن لو هتستخدمي الحشوات الترط، هتضيفي كوباية ونص من المية قصتها كوباية من الكريم شانتيه. تمام. هنا كده بعد ما عليت السرعة بتاعة المضرب وخفقت الكريمة بالشكل ده، بصوا بقى القوام تقيل جدا، جميل بجد. طيب
هنا كده خلصنا الكريم شانتيه بتاعنا، بقى معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. ودي المهلبية الخفيفة اللي عملناها ودخلناها الفريزر بعد ما بردت الأول لمدة نص ساعة. لازم تكون متلجة بالشكل ده. بنزل بيها بقى على الكريم شانتيه وببدأ أخفقهم مع بعض لحد ما تحسي ان القوام بقى كريمي وناعم جدا. بصوا بقى القوام ما شاء الله تحفة بجد. تعالوا بقى هنا لما نجهز الفاكهة اللي هنشتغل بيها. عندي كده أول صنف هيكون الكنتالوب. قشرت واحدة كنتالوب صغيرة، يعني أنا عايزة من كل نوع فاكهة تقريبا ربع كيلو. قشرت واحدة كانتالوب وقطعتها لمكعبات ودخلتها على الفريزر لحد ما سقعت جدا، يعني بصوا دخلت كده على تجميد. ضربتها بقى في الكبة بالشكل ده وبنزلها في طبق. عندي برضو الفراولة بنفس الطريقة. الفراولة كنت مفرزاها، خرجتها من الفريزر قبل ما انزلها في الكبة، يعني سبتها مثلا 10 دقايق كده الأول على رخامة المطبخ، وبعد كده ضربتها برضو بالشكل ده. عندي كمان المانجا بنفس الطريقة. المانجا برضو فروزن، خرجتها برضو من الفريزر وبرضو ببدأ أضربها في الكبة بالشكل اللي انت شايفاه. جهزت كده 3 أصناف من الفاكهة. بصوا بقى تحسوا ان المانجا ناعمة وبيوريه وجميلة جدا. جهزنا كده الفراولة والمانجا وكمان الكنتالوب. هنبدأ بقى ناخد من الخليط ده يعني 3 كبشات على كل مقدار من الفاكهة. وهنا بقى الكبشة هتكون سهلة معاكي في التعامل عن الكوباية، يعني مش هتبهدلك الدنيا أبدا. هبدأ بقى بالمضرب وهخفق برضو بالشكل ده. مش هخفق كتير، يعني تقريبا دقيقة اللي بس المكونين يختلطوا كويس مع بعض. هنا بقى كنت دقت الكنتالوب لقيته محتاج سكر، فضفت معلقة كبيرة من السكر. ضفت برضو من معلقة لمعلقتين على حسب برضو التحلية، وفي كنتالوب بيطلع مسكر جدا مش بيحتاج سكر. هنا بقى هبدأ أضيف اللون الغذائي. دي ألوان غذائية. هبدأ أنزل كده بنقطة نقطة، ما نزودش كتير لحد ما أحس إن خلاص اللون كده تمام. بس كده أنا شايفة إن اللون كده حلو قوي. هرفع بقى المضرب وعندي بقى علبة وهبدأ أنزل بآيس كريم الكنتالوب بالشكل ده. تمام كده. تعالوا بقى نعمل كمان الفراولة بنفس الطريقة بقى بالظبط. هاخد برضو 3 كبشات بالشكل ده وهبدأ أشغل المضرب وهخفقهم كويس. تمام. وبرضو عندي برضو اللون الغذائي، هنزل برضو باللون الغذائي نقطة نقطة لحد ما اوصل لدرجة اللون المطلوبة. طبعا هتحسوا ان الفراولة والمانجا يكون القوام بتاعهم تقيل شوية عن الكنتالوب. الكنتالوب بتكون نسبة المية فيه كتيرة، لكن الفراولة والمانجا بتكون نسبة الألياف فيه كتيرة. عشان كده هتحسوا ان الفراولة والمانجا السمك بتاعهم تقيل شوية عن الكنتالوب. هننزل بقى برضو كده بآيس كريم الفراولة في العلبة بالشكل ده. تمام. هنبدأ بقى نعمل المانجا برضو 3 كبشات بالظبط، وهبدأ برضو أخفق وبرضو هنضيف اللون الغذائي. بس هنا بقى في المانجا اللون اللي عندي لون بودر مش جل. بس بقى اللون ده تحطوا منه سنة صغيرة جدا علشان خاطر اللي اما بتزودوا منه بيخلي الحاجة حادقة شوية. بصوا انا بحط بحرص، يعني بصوا تفتوفة كمان اللون بيظهر جدا. تمام كده خلاص. برضو في العلبة وهنزل بآيس كريم المانجا القمر ده. تمام. بقى عندي بقى الكمية اللي موجودة في العلبة هبدأ أعملها آيس كريم بالفانيليا. ممكن تحولوها الآيس كريم بالشوكولاتة، يعني ممكن تضيفوا معلقة كده أو معلقتين كبار من الكاكاو الخام، أو تسيحوا شوكولاتة على حمام مية وتنزلوها برضو عليه ويبقى آيس كريم بالشوكولاتة. لكن أنا هنا نزلت كده بكم نقطة من الفانيليا السايلة وحولته الآيس كريم بالفانيليا. هنزل برضو في العلبة بالشكل ده وكم خبطة كده في العلبة على الرخامة، وده مهم جدا علشان اخرج اي هواء موجود في الايس كريم. تمام. وبالغطيان بقى بتاعة العلب وهبدأ اغطيهم وهدخلهم على الفريزر مش اقل من 6 ساعات. انا هنا بيتهم في الفريزر لتاني يوم، كنت عاملاه بالليل وتاني يوم خرجته وكملت تصويره. بس عايزة اقولك بقى انك لما تخرجيه من الفريزر لازم تسيبيه 10 دقايق على رخامة المطبخ
علشان يحل شوية من التجميد. ما تعمليش زي كده، واول لما تخرجيه من الفريزر تبدأي تقدمي منه، علشان تحسي بقى ان هو كريمي كده وناعم وانت بتخرجي بالمعلقة. ده شكل الايس كريم بتاعنا بعد ما بيته ليلة في الفريزر. ما سبتوش بقى 10 دقايق ولا حاجة يحل كده من التجميد علشان يطلع كريمي وناعم كده معايا ويخرج بالمعلقة بسهولة. انا بقى هنا بدأت بقى اقدمه كده على طول علشان خاطر اوريكم بقى شكله كده. وعايزة اقول لكم ان طعمه بجد تحفة، طعمه حلو جدا. طبعا كله فاكهة طبيعية، مفيش اي حاجة مصنعة. طبعا اضافة مثبت الايس كريم منعت تكوين بلورات التلج وجرش التلج اللي بيكون موجود فيه، فخلاته كريمي وناعم جدا. عايزة اقول لكم ان بجد طعمه حلو قوي. عملنا بقى كمية كبيرة من الايس كريم تكفينا لمدة اسبوعين 3 وممكن شهر كمان لو انتوا اسرة صغيرة، بأقل تكلفة. وكمان معظم المكونات كانت موجودة في البيت، ما اشتريناهاش من بره. بصوا بقى الجمال والألوان، وأهم حاجة الطعم التحفة. طبعا طعم الفاكهة الطبيعية بيفرق كتير في الآيس كريم. جربوه بقى بالطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم. اكتبوا لي بقى تعليقات حلوة كده زيكم وشجعوني باللايك.